السلام عليكم. الموضوع ان انا من ساعه ما دخلت كليه طب بيطري وانا بسمع عن بعض الشبهات اللي موجوده في الشغلانه بتاعتنا. مش الشغلانه كلها كطبيب بيطري، بالعكس انت بتعالج حاجه لا بتنطق ولا بتتكلم ولا بتعرف تشتكي، وفي اوقات كتيره جدا مش هتتعاون معاك اصلا وانت بتعالجها، تحاول تعضك او تخربشك. احنا حتى يطلق علينا ان احنا اطباء الانسانيه، حاجه كده عسل. بس في بعض الكلام اللي طالع على بعض العمليات الجراحيه اللي احنا بنعملها، زي عمليات اللي هي الكاستريشن والفاريستريكتومي اللي هي عمليات التعقيم. لو مش فاهم يعني ايه تعقيم، فالتعقيم معناه اخصاء الذكر واستئصال الرحم والمبايض عند الانثى. لو مش فاهم الاتنين دول يبقى معناه ان هم ما يخلفوش. لو مش فاهم يعني ايه ما يخلفوش يبقى انت عندك مشكله. في ناس كتيره خايفين من الموضوع ده ان هو يكون حرام ومش عارفين حلال ولا لا. حتى وانا بقلب على اليوتيوب كده لقيت في الشيخ ده دايما اللي هو بيبقى لابس نظاره وبيبقى ماسك ورده في ايديه، ده مشهور جدا يعني. كان في واحده متصله بيه في البرنامج بتاعه بتستشيره على حاجه، والحوار دار كالاتي. بقول لحضرتك انا عايزه اسال بس حضرتك ان انا عندي قط، القط دوت يعني عايز يعني يتزوج، بس انا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب له قط. اقول لك على حاجه كلمه وتصدقيني. اتفضل. لو ما شلتيش القط ده بره وحدفتيه في الشارع ويتجوز 40 قطه ربنا هيدخلك النار. واي حاجه تصرفيها عليه، على اولادك او على مساكين يا حبيبه قلبي، ربنا يصلح حالي وحالك. طب ينفع اعمل له عمليه تعقيم؟ لا، ما تعملوش اي عمليه ولا تصرفي عليه جنيه واحد، الا اذا كنت انت فنانه وتعرفي تعملها له في وقت فراغك. انما ربنا ما خلاش حاجه وقال انا جعلت لها حياتها في الشارع، واحنا نقول له احنا مش راضيين بيك. لا، انا هجيبه بيتي انا، ماي هاوس، وانا هصرفي عليه وانا هتكفلي بيه وانا هكون رفيقه بيه وكمان هجوزه. ده انا بفتح نفسي باب جهنم. دعيه ياكل من حشيش الارض وهيتجوز قطه اجمل قطه، ويجيبوا عيال بره بعيد عننا ويجروا ورا الفلان ويلعبوا حوالين يا كده. طب يعني هي لو هتروح النار يعني، امال انا اللي بعمل العمليه هيحصل لي ايه؟ طيب الأول خلينا نشوف ليه ممكن حد يفكر إن العمليات دي حرام. ممكن يكون قال رأيه بالشكل ده عشان شايف ان الموضوع بيتم بدون سبب، او السبب بتاعه سبب مادي وملهاش سبب طبي مثلا او حاجة زي كده. او ممكن يكون شاف العملية كأنها عملية تجميل. علماء الدين لما بييجوا يتكلموا في حاجة طبية بيسألوا الدكاترة الاول انت بتعمل العملية دي ليه؟ العملية دي انت بتعملها عشان في سبب طبي ولا بتعملها عشان تكسب منها فلوس وخلاص؟ وده انا بقوله عشان ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مجال الطب او الطب البيطري قبل ما عالم الدين بيصدر الفتوى بيجي يسألنا الاول ايه الاسباب وعلى اساسها بيقول الفتوى. هقول مثال بسيط لتقريب المسافات في الموضوع ده. انا عملت فيديو قبل كده عن حاله اسمها الهرمافروديتيزم اللي هي الخنثى. الخنثى دي عباره عن جسم بيبقى فيه اعضاء تناسليه ذكوريه واعضاء تناسليه انثويه، هما الاثنين مع بعض في جسم واحد. فساعتها الحل الطبي بتاعها ايه؟ الحل الطبي ساعتها ان احنا بنشوف الجزء الاكثر نضجا ونشيل الجزء الصغير، يعني نشيل الجزء الاقل نضجا. يعني دلوقتي مثلا لو لقينا الجزء الاكثر نضجا هي الاعضاء التناسليه الذكوريه بنسيبها ونشيل الاعضاء التناسليه الانثويه زي الرحم والمبايض وما الى ذلك، والجسم ده بيبقى جسم ذكر. بعد كده عالم الدين ساعتها بيجي يسال الدكتور الجراح اللي هيعمل العمليه دي انه الجزء الاكثر نضجا. الدكتور بيقول له ساعتها ان الحاله دي اقرب انها تكون ذكر اكتر من الانثى. فالفتوى بتطلع على الموضوع ده بعد استشاره الطبيب. الحاله دي بتحصل في الانسان وبتحصل في الحيوان، ودي حاله مختلفه خالص عن عمليات تغيير الجنس. لما يجي دلوقتي واحد ذكر 100% ما فيهوش مشاكل ولا فيه هرمونات متضاربه وما عندوش اعضاء تناسليه انثويه، بس عايز يعمل عمليه تغيير جنس ويبقى انثى، يبقى بنت مزاجه كده، برضو علماء الدين ساعتها بيروحوا للاطباء هل في سبب طبي؟ يقول له لا مفيش سبب طبي، ساعتها بيقول حرام. والموضوع ده برضو بيسري في الحيوانات. انا دلوقتي بقى ممكن اقول لكم ايه الاسباب اللي بتخلينا نعمل عمليه زي دي. بالنسبه الاول للقطط والكلاب الاناث، دلوقتي لو في واحد مربي قطه او كلبه ومش ناوي يجوزها، كل ما تيجي تطلب تزاوج بتزيد احتماليه انها تصاب بحاجه اسمها البايومترا اللي هو صديد في الرحم. وانا منزل فيديو اصلا في البايومترا شرح مفصل عنها، انها حاله مميته، ولما بتيجي للانثى بنضطر ساعتها ان احنا سريعا جدا نعمل عمليه جراحيه بنستأصل فيها الرحم والمبايض لو حالتها اصلا مستقره. واحيان كتيره جدا بتبقى حالتها مش مستقره، ما نعرفش نعمل العمليه الا لما بنقعد نعالج فيها فتره وبعدها حالتها تستقر نعمل العمليه. ده غير زياده احتماليه اصابه الانثى بالاورام السرطانيه. بس مش هو ده السبب الاساسي. السبب الاساسي البايومترا. بالنسبه بقى للذكور، لو برضو صاحب القطه او الكلب مش ناوي يجوزه، ساعتها بنضطر نعمل له عمليه الكاستريشن
بحيث ان هو ما يطلبش تزاوج، لان لما بيطلب تزاوج وما بيتجوزش بيزيد احتماليه ان هو يحصل له urinary retention، احتباس بول، ودي حاله خطيره جدا بيحصل منها فشل كلوي حاد. وساعتها بنركب قسطره، ولو ما عرفناش نركب قسطره بنعمل له عمليه جراحيه معقده شويه اسمها urethrostomy، تغيير مجرى البول. ده غير طبعا بتزيد احتماليه ان يحصل له حاجه اسمها prostate hyperplasia، والبروستاتا دي بتبقى حوالين مجرى البول، لما بتكبر بتضغط اكتر على مجرى البول فيحصل احتباس. ده غير ان الكلب خاصه لو انت ما جوزتوش وهو طالب تزاوج ممكن يتجوز اي حاجه بجد في وشه هيتجوزها. كنبه ماشي، ستاير، مخده، رجلك، ايوه بتبص لي ليه؟ رجلك، ايوه هيتجوز رجلك. فلو صاحب الحيوان مش ناوي يتجوزه ساعتها بنعمل له العمليه. لو انت هتجوز الحيوان ما تعملش العمليه، بس اعرف ان الموضوع ده مسؤوليه. القطط والكلاب لما بتحمل ممكن تخلف بالثلاثه والاربعه والخمسه وممكن اكتر، وهم اصلا حملهم شهرين، والقطط بالذات ممكن تخلف في السنه كتير جدا. فانت عليك انك انت تحافظ على القطط الصغيره وهتربيهم وهتطعمهم وهم عمرهم شهرين، والموضوع ده هيبقى مكلف عليك ومحتاج رعايه، ولو حد فيهم تعب المفروض بتكشف عليه. لو هتعرف تعمل الحاجات دي كلها ما تعملش العمليه، كمل زي ما انت. لو هتعرف تتصرف فيهم وتديهم تبني لحد برضو كمل زي ما انت، ولو ما عرفتش تجيب حد تبني انت هتراعيهم، مسؤوليتك انت في الاول وفي الاخر. ده كان الشق الاولاني. الشق الثاني بقى، طب ليه ما طلعهمش في الشارع وهم يتجوزوا؟ يعني الموضوع ده برضو اتكلمت فيه في فيديو. الشارع مش امان للقطط وللكلاب، بيحصل لهم مصايب. احنا بنشوف الحاجات دي في العيادات. زمان كان ينفع تعمل حاجه زي كده، زمان خالص، زمان جدا قبل ما نتولد بكتير جدا، ان الحيوانات في الشارع مفيش مشكله، لان مفيش حاجه اسمها طرق، مفيش عربيات. ده غير ان في علب اللي هي القمامه او الزباله يعني اللي موجوده في الشارع محطوط فيها مواد كيميائيه على اكل، فحيوان مثلا زي الكلب او القطه ممكن يدخل في حاجه زي كده ويحاول ياكلها ويتسمم ويموت. وموضوع الطرق ده موضوع كبير جدا، الحيوانات ما بتعرفش ازاي تعدي الطرق دي. هوريكم دلوقتي مقطع صغير من حاجات ينفع اوريها لكم. قطه شارع، كسر، دي قطه شارع شلنا لها دراعها اللي قدام. شعر متكتر ازاي؟ هنا الشعر كله واقع. ده قط شارع قطعنا له ايده اللي قدام، كان عنده جنجرين. ده مثلا قط جاي من الشارع، لو احنا بصينا في المكان ده كده كسر مضاعف، اتخبط في عربيه وده تركب له شرايح. خلاص معلش باختصار كان لازم يسأل دكتور بيتر انت بتعمل العملية دي ليه وايه الاسباب اللي بتخليك تعمل حاجة زي كده. انا برضو مسلم ويهمني دين ويهمني مسألة الحلال والحرام دي. يا جماعة الموضوع برضو عندهم مش زي الانسان، يعني هم مش حابين يعملوا كده عشان هم عايزين يعملوا كده، ولا هم بيعملوا كده عشان هم حابين يعملوا كده. مفيش بقى حتة اللي هو يعني هيبقى شبهي مفيش الكلام ده. بيعملوها عشان غريزتهم محركاهم للناحية دي. يعني بعد ما بنعمل العملية الموضوع ده هيقف من غير اي فرق عندهم. يعني مش زي الانسان لو اتعامل معاه حاجه زي كده، يعني مثلا مش هيسحب العمليه يقول ايه ده انت عملتوا ايه؟ انتوا شلتوا ايه بالظبط يا كفره؟ امال هعمل حمام ازاي دلوقتي؟ مفيش الكلام ده والله. كلاب وحوش. ولا تيجي تقول لي ترضى حد يعمل؟ لا مفيش الكلام ده. انا انسان عندنا مشاعر واحاسيس وحاجات وفي ايه. حتى شوف القطط والكلاب بعد العمليه تلاقيهم مش فارق معاهم خالص، بيلعبوا وبيجروا وبياكلوا وبيشربوا وكل حاجه زي الاول. لكن شوف انسان بعد عمليه زي كده اكيد مش هيبقى عايز ينتحر يعني، اكيد يعني
نرجع بقى لموضوعنا باختصار. لو مش هتجوز الحيوان بتاعك لازم تعمل العمليه عشان ما تعذبوش، ولو هتجوز الحيوان بتاعك لازم تكون جاهز للمسؤوليه وجاهز ماديا وعندك مكان ورعايه نظيفه، او هتعرف تعرضهم للتبني، ساعتها ما تعملش العمليه. السلام عليكم.